السلام عليكم. النهارده هنشرح تاني نوع من انواع البيلدر. تمام. كنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. فكرة البيلدر وازاي ابني ال HTML، ايا كان شكل التري بتاعتي. تمام. يعني طبعا شرحناه على التري، بس هو المبدأ ثابت. يعني فكرة البيلدر ان انا يكون عندي حاجة دايناميك وحاجة ملهاش دعوة قوي بالكلاس الاساسي، ان انا اعمل منه الاوبجكت يعني. تمام. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. فالنهارده هنتكلم عن حاجه اسمها فلوينت بيلدر. في اخر الفيديو اللي فات اتكلمت ان احنا علشان خاطر الفانكشن بتاعتي ينفع اكمل عليها، زي فكره اللينك كيو كده مثلا في السي شارب او حاجه. لما انا بقول مثلا وير اكس مثلا كذا كذا كذا، وبعد كده اقول دوت وير تاني مثلا، عادي ان انا ينفع اقول دوت وير تاني وهكذا الى ما لا نهايه. تمام. فهي دي فكره الفلوينت بشكل عام، ان انا يرجع لي اوبجكت من الحاجه اللي انا كنت شغال عليها، عشان خاطر لو انا عايز انا اعملها يعني عمليه تاني، مش شرط ان انا بقى ايه اروح مخزنها وابدا اعمل عليها العمليه تاني من الاول يعني. تمام. فخلينا طيب يعني ايه نتكلم كده، ان انا مثلا عندي كلاس مثلا، وليكن خلينا نعمله بابليك. انا مثلا كلاس بيرسون. ماشي. خلينا بيرسون بس. تمام. مثلا كلاس بيرسون ده فيه الفيرست نيم، لاست نيم، الايج، الايميل، الحاجات اللي زي كده. خلينا بس ان احنا نشيل الجيت والسيت عشان خاطر يبقى الاعتماد الاساسي على على البيلدر. تمام. سواء في اي حاجه من الحاجات بتاعته، وفي بعد كده هنعمل الفانكشنز التانية. بس خلينا حاليا في ايه في ده. وهنعمل public او protected override. لا هي public override صح. لا بالظبط string to string. هي كده public مش protected. تمام. طيب بعد كده ايه احنا عملنا override to string ان هو يطبع لي الحاجات بتاعتي. تمام. وكده مش فاضل غير ان انا ابدا ابني البيلدر بتاعي. تمام. فخلينا نعمل مثلا اول بيلدر. البيلدر بتاعي اللي هو مثلا هنعمل public كلاس بيرسون بيلدر مثلا. تمام. فكده البيرسون بيلدر هيبقى مثلا في اوبجكت من البيلدر. تمام. هيحط لي الفيرست نيم، اللاست نيم، الايج، الايميل، وفي الاخر لما هقول بيلد هيروح مرجع لي الايه البيرسون. خلينا نعمل المين كده ونشوف الدنيا فيها ازاي. هقول هنا public class program. تمام. وهنا هقول public آه static void main. ماشي، مش لازم حتى نبعت لها الارجيومنتس، خلاص خليها كده. وبعد كده هقول والله ان انا هيبقى عندي البيرسون var person equal new person builder. وان انا مثلا هكتب اي ايميل. تمام. وبعد كده هقول في الاخر دوت بيلد علشان خاطر يرجع لي البيرسون ده. تمام كده. فاحنا هنا ايه انا دينا عملت الاوبجكت من البيرسون بيلدر. اول واحده بترجع لي برضو بيرسون بيلدر عشان انا اقدر اكتب باقي الفانكشنز كلها. تمام. بدل ما انا مثلا كنت هقول والله الفار بيرسون ايكوال نيو بيرسون بيلدر، بعد كده اقول بيرسون دوت ويز فيرست نيم كذا، بعد كده بيرسون دوت لاست نيم كذا ويز ايش كذا. لا احنا عشان يبقى الموضوع ايه اسرع في حته الاستخدام. تمام. ولكن احنا هنا الكلاس ده بيخالف فكره السوليد اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ان انا مثلا دلوقتي البيرسون ده اتحط له مثلا فيتشرز جديده. تمام. او مثلا بروبرتي جديده. تمام. فانا هضطر اجي على البيرسون بيلدر ده واروح معدل عليه. تمام. اضيف مثلا الجديد اللي هو اللي اتضاف فيه ده. احنا اتكلمنا قبل كده في فكره ان الكلاس بتاعي يكون مقفول للتعديل، ان انا ما ينفعش اخش اعدل عليه. تمام. فعشان كده احنا لازم يكون عندنا طريقه ابسط شويه، او طريقه تكون تلتزم بالسوليد برنسبل، عشان خاطر خلاص يبقى الكلاس بتاعي مطبق مبدأ الاوبن كلوزد بشكل صحيح. تمام كده. فخلينا مثلا نسيب الكلاس ده على جنب ونعمل كلاس تاني. مثلا هسمي الكلاس ده
مثلا بيرسون انفو بيلدر مثلا. تمام كده. كل الفكره ان هو كلاس انفو بيلدر ده كل اللي هيعمله ان هو هياخد خلينا مثلا نعمل طيب كلاس كبير abstract public abstract class. تمام. الابستراكت كلاس ده هيبقى اسمه مثلا بيرسون بيلدر. ماشي. هو كل فكرته بس ان هو هيشيل الاوبجكت بتاع البيرسون، يعني هنقول هنا public خليه مثلا protected person. تمام. وهيتحط بيه في function البيلد. تمام. هنشيل كل الكلام ده منه. فانكشن البيلد هي اللي هترجع البيرسون. عشان ايه؟ احنا مش هنعملها abstract، هنعملها عادية وهنقول return البيرسون. تمام كده. يجي هنا البيرسون انفو بيلدر ده يورث من البيرسون بيلدر. احنا كاتبينها بيلدر غلط اصلا. بيلدر بس كده. هو في كلاس اسمه الكلاس ده ماشي. خلينا نعمل الكلاس ده كومنت حاليا عشان بس ايه ما يلخبطناش يعني. تمام كده. بس فانا دلوقتي ايه هاجي بقى في الانفو بيلدر ده، او مثلا ممكن نسميه نيم بيلدر. او ماشي خليه نيم بيلدر. وممكن نشيل دي ودي، بدل ما هي اتنين خليها واحدة بس فول نيم عشان بس اختصارا، لكن فيما بعد ايا كان اللي هيتعمل يعني مش أزمة. فول نيم نفس المنظر ده. تمام كده. بس وهاجي هنا في النيم بيلدر ده هقول ان انا هعمل الفانكشن هي بتاعت with name مش with first name. with name كذا، وهيبعت لي هنا بدل الفيرست نيم هيبعت لي هنا الفول نيم، وانا هقول له والله الفول نيم كذا. تمام. person dot full name بس خلاص هي تبقى ايه full name بشكل مباشر، وهيعمل return this. تمام كده. طيب انا خلاص اديني خلصت الفانكشن الكلاس اللي هو بتاع البيرسون نيم بيلدر. تمام. عايزين نعمل كلاس تاني اللي هو بتاع الايج بيلدر، ونعمل كلاس تاني للايميل بيلدر. تمام كده. طيب انا لو جيت هنا دلوقتي ورحت قلت بيرسون نيم بيلدر، فين نيم بيلدر زي كده. فبيرسون نيم بيلدر تمام هو عنده الفانكشن بتاعت with name، لكن مع الناس يبقى خلاص من دي احنا ممكن نحط هنا مسافة. بس في النهاية هو ما عندوش الفانكشن بتاعت with age. تمام. فطبعا انا لو همشي بقى بالترتيب بتاع الكلاسات، فانا كده هضطر ان انا لكل واحد فيهم او مثلا امشي باخر واحد اللي هو ده. طب وانا ايش دراني اخر واحد انهي واحد فيهم؟ وانا هقعد كل كلاس امشي على كل الانهيرتنس بتاعته لحد ما اعرف انهي اخر كلاس؟ لا، انا عايز دايما لو انا مثلا كنت في ايش بيلدر هو يوصلني بايميل بيلدر، لو انا مش عارف كنت هنا يوصلني بهنا، وهكذا. تمام. فهي دي تبقى الفكره كلها بتاعت الموضوع ده. فانا ازاي دلوقتي اخلي البيرنت يشوف الشايلد ده؟ تمام. ففي طريقه ماشي، في حاجه اسمها سيلف. تمام. سيلف دي كل فكرتها ان انا بقول للبيرنت، او ما انا صح بعرف البيرنت ان الكلاس ده وارث منك. تمام. فعادي ان انت ترجع او تاخد اوبجكت من الشايلد ده. تمام. بمعنى انا دلوقتي مثلا خلينا نكتب هنا كومنت كده. انا عندي مثلا ايه كلاس اسمه مثلا شايلد. تمام. الكلاس بتاع شايلد ده بيورث من البيرنت. تمام. فالبيرنت دلوقتي ازاي يعرف ان ده الشايلد بتاعه؟ ببعت هنا الشايلد. تمام كده. يعني الكلاس اللي هو بتاع البيرنت، خلينا مثلا نعمل كومنت تاني كده من هنا. الكلاس بتاع بيرنت لما هيجي يتعرف هيتكتب كده بيرنت. تمام. وبيستقبل حاجه اسمها سيلف. تمام. سيلف دي ان هي ايه من نفسه بشكل مؤقت. يعني انا لو عملت اوبجكت من البيرنت يبقى انا اقول له انت بتشتغل مع نفسك، وسيلف دي بتعبر على الكلاس بتاعك. تمام. لكن لو انا عملت شايلد
وتارجت منه البيرنت، فالبيرنت هيبقى عارف ان الشايلد ده هو الشايلد ده، تمام، او سيلف دي بمعنى صح هي الشايلد ده. فينفع في الحاله دي ان البيرنت يقرا حاجه من الشايلد. تمام، خلينا نعملها بشكل عملي عشان الدنيا تتفهم اكتر. تمام، احنا هنا في اول كلاس اللي هو بتاع البيرسون نيم بيلدر. تمام، انا هروح حاطط هنا السيلف، تمام كده، وهقول له والله بنفس الطريقه وير سيلف هي بيرسون نيم بيلدر. تمام، وتلقائي انا هنا خلاص دلوقتي ما ينفعش ان انا اقول له ان انت هترجع البيرسون نيم بيلدر. ليه ما ينفعش ان انا ارجع البيرسون نيم بيلدر؟ ببساطه شديده، لان انا دلوقتي لو رجعت اوبجكت من بيرسون نيم بيلدر هاجي هنا في الايج بيلدر مش هشوفه. يعني خلينا هنا تاني، انا دلوقتي عندي فانكشن ماشي، خلينا بس نعمل بلوك كومنت كده عشان خاطر نريح دماغنا. تمام، انا دلوقتي عندي فانكشن في البيرنت ان بيرنت كلاس، تمام كده، بياخد منها وفانكشن تاني، خلينا نقول فانكشن تاني ان child كلاس. تمام كده، وانا عندي الايه الاوبجكت from child class. تمام، فلو جيت انا الشايلد ده الاوبجكت تشايلد ده كول مثلا الفانكشن ان بيرنت كلاس، وراح رجع لي الاوبجكت، خلينا نكتبها هنا، ماشي خلينا نكتبها، ماشي نكتبها هنا then return مثلا return object from parent class. انا كده ما استفدتش حاجه، صح؟ انا كده ما استفدتش حاجه. لكن لو هو رجع لي الاوبجكت من الشايلد كلاس اللي انا فيه، تمام، ففي الحاله دي خلاص انا بالنسبه لي الدنيا تمام. ليه؟ انا دلوقتي خلاص عرفت ان ايه، ان ده الشايلد كلاس هو اللي طالب الاوبجكت ده. يعني زي ما اتكلمنا هنا، انا في البيرنت انا باعت لك الشايلد على انه سيلف، تمام، فانت هنا تقدر ترجع لي سيلف. تمام، انا بعت لك حاجه رجعها لي تاني. تمام، ف using self، تمام، سوري، يعني ايه زي ما تقول make the function in the parent class return object from child class. تمام، زي ما احنا عملنا هنا، ان انا بقول له ايه، ان هنا انا هبعت لك سيلف، والله انا ما بعتوش بشكل مباشر، يبقى سيلف ده هو عباره عن ايه، اوبجكت من نفسك. تمام، فانا لو عامل اوبجكت من بيرسون نيم بيلدر، تمام، ورحت ناديت الفانكشن دي اللي هي بتاعت ويز نيم، يبقى انا في الحاله دي هيرجع لي سيلف من نفسه وخلصنا على كده. لكن لو انا كنت عامل اوبجكت من ايج بيلدر وناديت على بيرسون نيم بيلدر، تمام، يبقى في الحاله دي خلاص هو عالجها. تمام، لان انا لو جيت هنا ورحت قلت مثلا بيرسون، اخر واحد عندي ايه، بيرسون ايميل بيلدر، تمام كده، قلت دوت ويز نيم، ماشي، احنا هنا بيورث من الايج بيلدر، ما عشان خلينا طيب نشيل الحته بتاعت سيلف دي مؤقتا عشان بس اوريكم المشكله اللي هتحصل. وهنا ماشي رجعها تاني بيرسون نيم بيلدر، وهنا بدل دي خلاص هو مش هيعمل اي كاست وايه، وهيرجع البيرسون بيلدر زي ما احنا كده. هنا في اي حاجه بيرسون نيم بيلدر، ماشي، هو دخل كل الكلاس في بعض. تمام، فانا هنا لو قلت له ويز نيم انا عامل من بيرسون ايميل بيلدر، تمام، فبيرسون ايميل بيلدر ده في الفانكشن اللي هي بتاعت ويز ايميل، في الفانكشن اللي هي بتاعت ويز ايج، لان هو بيورث من ايج فهو واخد الفانكشن دي، وبيورث من النيم فواخد الفانكشن دي. تمام، فانت كده عايز تعمل ايه، تعكسهم. هنقول له اول حاجه ويز ايج، وبعد ويز ايج تقول له سوري، تقول له ويز ايميل، تمام، وبعد كده تقول له ويز ايج، واخر حاجه تقولها له ويز نيم. لازم يتعمل لو اتعمل بالترتيب ده يقول لك ايرور، لو اتعمل بالترتيب ده يقول لك ايرور، لازم يتعمل بالترتيب ده. فانا هحفظ ترتيب
استحاله ان انا احفظ الترتيب، تمام؟ حتى لو انا حفظته اللي بعدي مش هيحفظ الترتيب ده، تمام؟ فعشان كده لازم نستخدم حوار السيلف ده عشان خاطر يريح الموضوع ككل، تمام؟ ان انا هاجي هنا زي ما قلنا، فدي هروح اعمل سيلف، تمام؟ وهقول له والله وير السيلف دي بتساوي كذا، ماشي برضه نفس الكلام، لا، تمام؟ وبدل ما انا هرجع اوبجكت من السيلف اسمه ده من نيم بيلدر، هرجع سيلف، تمام؟ وهنا هعمل كاستنج بس للسيلف عشان خاطر ايه؟ ما يحصلش اي مشكله، تمام كده؟ طب ده بالنسبه للنيم بيلدر. طب هنا في الايج بيلدر هنعمل ايه؟ نفس الحكايه، ماشي؟ مش هنعمل اي اختلاف في الموضوع، ان انا هاجي هنا والله في البيرسون ايج بيلدر هروح عامل نفس الكلام، نقول له سيلف، تمام؟ هو هنا بقول له ايه؟ انت هتورث من النيم بيلدر. طب النيم بيلدر ده بياخد سيلف، ايه السيلف اللي هياخدها؟ البيرسون ايج بيلدر، تمام؟ انا هبعت له هنا البيرسون ايج بيلدر، وهقول له كأن هي ايه؟ هيتحط فيها السيلف، تمام؟ وفي نفس الوقت هروح عامل ايه؟ هروح قايل له ال سوري وير سيلف هي تبقى بيرسون ايج بيلدر، تمام؟ ونفس الكلام هنا هقول له ان هي هتبقى سيلف، وهنعمل كاست للسيلف، نفس الكلام هنا، تمام؟ ان انا هقول له والله هي هتورث، احنا اول حاجه هنا نحدد ان هي ليها سيلف، تمام؟ وهقول له ان هي هتورث من الايج بيلدر، وفي نفس الوقت هتبعت لها الاوبجكت بتاع سيلف، وير سيلف من الايميل بيلدر، وهنا نفس الكلام سيلف، وايه هنعمل هنا كاست للسيلف، تمام؟ هنا بقى يظهر مشكله، تمام؟ البيرسون ايميل بيلدر ده انا لازم ابعت له السيلف دي، تمام؟ فانا هبعتها له ازاي؟ ماشي، انا في النهايه يعني لازم ابعت له اوبجكت معين، ما انا اصلا ما ينفعش اعمل اوبجكت من ولا واحده من دول غير لما يكون عندي ايه؟ كلاس جديد، تمام؟ فاحنا هنعمل كلاس، ماشي؟ بس الكلاس ده يعني بشكل ما مخفي، تمام؟ هو كل الهدف بتاعه بس ان هو ايه؟ يكون الانيشال فاليو بتاعت سيلف. لان اي اوبجكت من دول انا لازم ابعت له السيلف، لازم ابعت له اوبجكت من اي كلاس منهم، ليه؟ لان انا بقول له ادي السيلف دي هي اوبجكت من بيرسون نيم بيلدر، تمام؟ فعلشان نعمل حركه زي كده نعمل ايه؟ نيجي هنا بمنتهى البساطه في كلاس اللي هو بتاع البيرسون، هنعمل مثلا كلاس، تمام؟ هنسمي الكلاس ده بيلدر، تمام كده؟ كل الهدف بتاع الكلاس ده ولا اي حاجه، ماشي؟ غير بس ان هو بيورث من اخر كلاس انت عامله، تمام؟ يعني انا مثلا عامل الكلاس الاخير اللي هو بتاع بيرسون ايميل بيلدر، فهو يورث من بيرسون ايميل بيلدر، تمام كده؟ وهيبعت لها اوبجكت من نفسه، تمام كده؟ طيب، طب انا دلوقتي عايز اعمل اوبجكت من بيلدر ده، فهعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هعمل حاجه اسمها نيو، يعني هقول له بابليك بيلدر نيو، تمام؟ هترجع له نيو بيلدر، ماشي كده؟ يعني هي دي كل هدفها بس في الحياه، بخليها بابليك ستاتيك كمان، بابليك ستاتيك بيلدر بترجع له اوبجكت من البيلدر، تمام؟ وبعد كده البيلدر بقى ايه؟ هو اللي يشيل الليله دي. فالبيلدر ده هو كل اللي عمله ايه؟ كانه ان انا ضفت مثلا هنا كلاس رابع او كلاس خامس، لا او كلاس رابع من بيورث من الايميل، تمام؟ ونفس الحال. فانا هاجي هنا بدل ما انا بقول له نيو بيرسون ايميل بيلدر، لا انا هقول له بيرسون دوت نيو، تمام كده؟ فبيرسون دوت نيو دي خلاص عرفتني ان انا اقدر بقى اعمل اي حاجه من الحاجات دي، حتى لو لخبطت الترتيب عادي، مفيش اي مشكله هتحصل، تمام؟ عشان احنا بس حاطين البيلد، خلي البيلد السطر الواحده، عشان البيلد لازم تكون طبعا ايه؟ اخر واحده يعني، لان البيلد بترجع بيرسون، يعني هنا فين؟ ادي البيلد بترجع بيرسون، فده احنا كده خلاص قفلنا سكه البيلدر دي، تمام كده؟ بس فهنا دي الفكره بقى بتاعتي، انا عدلت ايا كان الترتيب بتاعي هو مش هيظهر اي ايرور، تمام؟ هنا ويز ايميل مش في مشكله كده هنا،
person email builder person email builder self. ممكن يكون في خطأ في الترتيب، بس احنا عملنا دي الايج ينفع ما النم هي اللي عامله ازمه. بس عامه يعني ايه، هو نيو دي انا ينفع ابعت لها ايا كان نوع الترتيب، بس هو ممكن يكون في حاجه في الترتيب اللي انا عامله، بس ايا كان يعني ايه هو في النهايه ينفع يبعت له اي حاجه بالشكل ده، وكل مره هو بيرجع له الاوبجكت اللي ينفع يتكمل عليه عادي. تمام. بس فهي دي هتبقى الفكره بتاعت السيلف، والفكره بتاعت الفلوينت بيلدر. تمام. وده الشكل اللي هو الافضل، ان انا لما اجي اعمل بيرسون دوت نيو اروح ايه باعت المنظر ده، عشان خاطر يبقى الشكل احسن من فكره ان انا بقى اعمل مثلا كلاس واحد فيه كل الفانكشنز، فانا كده خالفت مبادئ السوليد. او فكره ان انا يكون عندي لازم امشي بالترتيب، فبرضه ايه انا كده اكون خالفت السوليد يعني. تمام. بس فهي دي كل الفكره بتاعت الموضوع. اتمنى تكون المعلومه وصلت. ماشي. ولو حد عنده أي أسئلة، هي دي الشرح المختصر بتاع القصة بتمشي إزاي. تمام. فأتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.